اول مره اطلع وانا بتكلم على روتين ان انا اكون بستخدمه، هو روتين اس كي ده بالنسبه لي الغسول. الميزه اللي فيه ان هو مناسب لكل انواع البشره. داخل فيه الفا اربوتين لو انا عايز اشتغل على التصبغات، عايز اشتغل على الاكسده، عايز اشتغل على الاسمرار. داخل فيه النياسيناميد لو عايز اشتغل على المسام، على السكارز، على الندبات، مضاد للالتهابات، على التصبغات برضو في نفس الوقت. خلصنا خطوه الغسول، ندخل على الخطوه الثانيه وهي الكويك بيل. ده بيلينج نسيبه على البشرة من 5 ل 10 دقايق بالظبط. حط كود كويس. الروتين ده في خلال نص ساعة بالظبط هيشيل لك الإرهاق والتعب اللي أنت بتعاني منه من البشرة. تغسله بالمية. خلصنا خطوة البيلينج، هنيجي للخطوة الثالثة، الوايت ماسك. نحط كود محترم من ربع ساعة لتلت ساعة بالظبط. بعد كده بغسله مش بسيبه تحت العين كمان. خلصنا خطوة الوايتنينج ماسك، سيبناه تلت ساعة وبعد كده غسلته. شايفين الفرق أصلا للبشرة من قبل ما استخدم الماسك، من قبل ما استخدم الروتين ودلوقتي. خطوة رقم 4 وهي اس كي بوستر سيرم. الميزة اللي فيه بيشتغل إن هو بيضيق لي المسام، في نفس الوقت يستخدم للترطيب، الناس اللي عايزة تظبط الكولاجين والإلاستين، الترميم بتاع حاجز البشرة. وبعد السيرم ما يمتص اس كي اللي هو الجل ده ريبير يعني بعد جلسات الديرما بين. لو عايز ارطب البشره لاطول فتره ممكنه، بعد المصايف، بعد الحروق، لو الجلد عندي ملتهب، لو حاجز البشره فيه مشكله، الناس اللي بتستخدم كورتيزونات كتير، الناس اللي بتستخدم تقشير كتير، بعد جلسات الديرما بين بعد التقشير بيستخدم للترميم. الجل عايز استخدمه يومي كمرطب يومي ومرمم يومي استخدمه. استخدم بقى السان سكرين بتاع الاس كي. الميزه في السان سكرين بتاع الاس كي مش ان هو اس بي اف 50، برود سبيكترم، يو في اي، يو في بي. الميزه كمان ان هو مناسب لجميع انواع البشره. اكتر ميزه لقيتها فيه بصراحه ان هو بيستمر لمده 6 ساعات. اس كي من افضل الروتين اللي اتعاملت معاه على مدى الفتره اللي انا اشتغلت فيها في حياتي دي كلها. اتمنى ان انتوا تجربوا اس كي. لو في اي سؤال عن اسعار او عن المنتج او عن الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات.